السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم يا اغلى عيلة في الدنيا، نورتوني في فيديو جديد وروتين جديد على قناتكم. النهاردة الفيديو بتاعنا دسم ومختلف، وحبيت اشارك يومي بكل التفاصيل. روتين حقيقي من القلب، من قلب البيت. في تعب وفي مجهود، بس دايما النتيجة والراحة النفسية بتهون كل حاجة علينا. عارفة انكم بتحبوا الفيديوهات الطويلة اللي بنقضي فيها وقت طويل مع بعض ونرغي فيه براحتنا. فجهزوا بقى كوباية الشاي بتاعتكم، عايزاكم تستغفروا وتصلوا على النبي طول ما عليه افضل الصلاة والسلام. طول ما انتوا بتتفرجوا على الفيديو، علشان البركة تحل في بيوتنا وفي وقتنا وفي ولادنا، اللهم امين يا رب العالمين. بس النهاردة بقى مش هنقلب البيت، يعني هنشوف الصلاة كان فيها شوية حاجات بسيطة كده، هدها 10 دقايق. وبعدين هندخل على اوضه النوم برضو، هنشيل السجاد ونغير فرش السرير والكلام ده كله. وبرضو هندخل بقى على الغسيل، هنلمه زي ما انتوا شايفين كده، وهطبقه، بس هطبقه مش معاكم يعني بره التصوير. فيلا بينا نسمي الله ونبدأ يومنا وبالنشاط. ما تنسيش لو لسه ما اشتركتيش في القناة تنزلي تنوريني بالاشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبالله عليكم ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم، لان هو اللي بيدعمني وبيشجعني وبيخلي الفيديو يوصل لكل الناس. يلا بينا نبدأ الفيديو. انا كنت غاسله الهدوم دي من امبارح بالليل، وكنت نشرها، وقلت بقى الصبح ان شاء الله اسيبها تاخد ساعه في الشمس تتهوى، وبعد كده ابدا المها واطبقها. إيه، وعشان خاطر إيه الهدوم دي بصراحه لما لو ما اتطبقتش بتكركب الدنيا يعني. فلميتها وطبقتها بعيد عن التصوير عشان اقدر انجز معاكم بقى، وشلتها في الدولاب. وهندخل بقى على الصالون زي ما انتوا شايفين كده. وزي ما انتوا عارفين بقى الصالون ده دايما ايدينا فيه علشان يفضل جاهز لاي ضيف. عملت بقى ترويقه سريعه كده، شلت اي حاجه ملهاش لازمه في المكان او حاجه واقعه على الارض مش مظبوطه. بدات المع الترابيزات والمخدات اللي واقعه على الارض دي، برضو بدات انفض الكنب وارص المخدات مكانها وكده. الحاجات السريعه دي بتفرق جدا والله في شكل البيت، وبتخليكي تحسي انك مسيطره على الوضع من غير مجهود جبار. عايزه اقول لكم سر يا بنات، هو اللي والله اللي بيخليني دايما مسيطره على البيت حتى لو مكسله. فكره ال10 دقايق دي، يعني كتير مننا بيشيل هم التنظيف وبيقول لسه هقوم واعمل وهياخد مني وقت، لكن جربي تخصصي 10 دقايق بس لكل اوضه كل يوم. يعني مثلا الصالون ده لو كل يوم دخلت ظبطت المخدات ولمحت الترابيزات في 10 دقايق، عمره ما هيكركب منك. ما هيتكركب بقى ويبقى فوق دماغك ويحتاج يوم كامل عشان تبدأي تنضفيه تنظيف عميق. ال10 دقايق دول والله ممكن تعملي فيهم حاجات كتير، تلمي الغسيل وتطبقيه، تغيري فرش سرير وتمسحي الكومودين وتلمعي مرايات واسطح. اي حاجة بجد يا جماعة، البركة مش في كترة الوقت، البركة في الاستمرارية. ال10 دقايق دول بيخلوا البيت دايما ريحته حلوة وشكله مرتب، وبيخلينا طول الوقت مرتاحين نفسيا ومستعدين لأي ضيف يدخل علينا فجأة. جربوها وقولولي في التعليقات فرقت معاكم ولا لا. ان شاء الله هتفرق في يومكم فكرة ال10 دقايق دي بإذن الله، وهتلاقي نفسكم فايقين بقية اليوم. أه حابة اتكلم معاكم في موضوع كده شاغل بال ستات كتير مننا، ستات بيوت. بنغرق في دوامة التنظيف والطبخ والطلبات اللي مش بتخلص، وبننسى ان لينا كيان ولينا حلم. عايزة اقول لكل ست بتشوفني دلوقتي، اوعي تفرطي في حلمك مهما كان بسيط. الحلم مش لازم يكون مستحيل، ممكن يكون مشروع صغير من البيت، او حتى انك تعملي حاجة جديدة. انا لما بدأت يوميات غادة كان حلمي ان اشارككم يومي ونكبر سوا، والحمد لله بفضل ربنا ودعمكم ليا وصلنا ل1000 مشترك. وده كانت بالنسبة لي خطوة كبيرة، اثبتت ان الصبر والتمسك بالحلم بيجيب نتيجة. امسكي في حلمك بايدك واسنانك. لو حد قالك مش هتقدري او الوقت فات، مهما تسمعي ليهم، طول ما فيكي نفس تقدري تبدأي. البيت والولاد والمسؤولية عمرهم ما كانوا عائق، بالعكس هم الدافع اللي بيخلونا عايزين نكون أحسن علشانهم وعشان نفسنا. خليكي دايما فاكرة ان الست الناجحة في بيتها تقدر تنجح في أي حاجة تانية. هي عايزة بس ابدأي بخطوة صغيرة، واستعيني بالله وصلي على النبي، وهتلاقي الأبواب بتتفتح قدامك. قولولي بقى في التعليقات ايه الحلم اللي نفسكوا تحققوه ولسه ما خدتوش الخطوة بتاعته. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده بدأت ألمع الإزاز. الواحدة اللي تحت الشاشة دي بدأت ألمعها ولمحت الشاشة برضو، بس مش جايباها معاكم.
والشجرة اللي هي جنب الترابيزة دي برضو كان الورق بتاعها كان عليه تراب، برضو بدأت ألمعه ومسحته. أي سطح موجود كنت بلمعه وبشيل أي تراب عليه، حتى اللي جنب الترابيزة دي صب صغير سماعات تقريبا، فبرضو كان عليها تراب مسحته. فرشت بقى المفرش. بدأت أرجع كل حاجة تاني مكانها. اجيب بقى المكنسة وابدأ بقى اشفط اي حاجة على الارض. هو الحمد لله الاوضة ما كانش فيها الارضية فيها تراب ولا كان في حاجة على السجادة، بس قلت برضو لو هو يكون دخل ابني يكون دخل ولا حاجة وقع اي حاجة مش شايفاها. فبدأت ان انا لان هنا السجادة بتاعتي هنا فاتحة، فاي حاجة هتبان فيها. بدأت ان انا امشي بالايه بالمكنسة على السجادة كلها، عشان لو في اي حاجة السجادة تشفطها. هنا بقى الكرسي الصغير ده انا مخبيه هنا بقى، لاني لو خرج بره بيحصل كوارث يعني، فهنا انا عاينة هنا منه يعني. كده بقى خلصنا الصالون وبقى زي الفل وجاهز لاستقبال اي حد، والحمد لله ما خدش مني وقت. ودلوقتي بقى استعدوا معايا اننا داخلين على الجزء التاني، على اوضه النوم اللي متحمسه له بصراحه، واول مره اصوره معاكم على القناه. وبرضه وايه، هنا الترابيزه على فكره كنت هقول لكم الترابيزه دي مش عمليه جدا، ما بحطش عليها، بس انا حطها كديكور كده. كده الشكل النهائي للاوضه. هطفي بقى النور واقفل الباب ونخش بقى على اوضه النوم نشوف هنعمل فيها ايه. يلا بينا. دخلت هنا بقى الاول اوضه النوم. اوضه النوم دي انا بروق يعني بشيل السجاد وبمسحها كل اسبوع، اما يوميا بقى بمشي المكنسة عليها. بلمع الاسطح يعني الكومودين والتسريح الحاجات دي بلمعها ايه يوم او يوم لا او كده يعني. وفرش السراير بغيرها يومين في الاسبوع. هنا بقى دخلت افتح الشباك. هو انا ما بيدخليش شمس من الشباك دي، بس بصراحة هي التهوية بتاعتها كويسة جدا، لان الشباك ده على منور. بس المنور المنور متهوي يعني، فبصراحة تهويته كويسة. فتحت بقى وقلت هوي الأوضة بقى ايه عمل ما اغير الفرش السرير وكده. بدأت اطبق الدفئات دي لان احنا لسه بنتغطى، الجو لسه يعني مش ما بيبقاش حر بالليل وكده فبنتغطى. مثلا احنا كمان بنتغطى طول الصيف لان بنبقى مشغلين التكييف، فبنتغطى برضو. طبعا انا مش هغير هنا غير السرير بس السرير الكبير بس. اما السرير اللي هو الصغير التاني ده الملاية بتاعته انا مغيراها بالليل. كان هو وقع عليها مية وهو بيشرب، فغيرت الملاية. وقلت بقى الصبح هشيل الملاية اللي هي بتاعت السرير الكبير ده. انا كنت جايبة سرير اللي هو بتاع الاطفال الصغير اللي هو الخشب ده اللي هو بيتفتح على سرير الام، بس الصراحة هو مش عملي، مش حلو خالص يعني. بس الفكرة بتاعت السرير دي فكرة كويسة جدا. هو مش سرير بقى، هو انا حاطة تحته بنكت وحاطة الشيلات فوقيها يعني، فهي بطول السرير. الشيلات دي اللي عندي كانت موجودة عندي يعني بطول السرير، فحطيتها جنبه كده. شلت الكومودينو اللي هو جنب الحيطة وحطيت جنب مكانه الشيلات دي. بصراحة وسع السرير جدا وخلى يعني ايه ان هو جنبي يعني ما يبقاش بعيد عني يعني وكده، وبنبقى كلنا مرتاحين في النوم يعني. المخدة هنا دي عندي طويلة، فلازم البسها كيسين مخدة، لان السرير عندي ما شاء الله يعني واسع، فالمخدة بتاعته طويلة، فبضطر البسها كيسين مخدة عشان تغطي المخدة كلها. هنا اهوت خلاص. بحب البسهم الاول قبل ما ابدا افرش الملاية وكده. انا كنت بنفض شباك السرير وما كانش عليه حاجة يعني، بس قلت ايه اديله تنفيضة كده بالملاية القديمة دي قبل ما افرش الملاية الجديدة يعني. هفرش بقى الملاية زي ما انتوا شايفين كده.
كده فرشت بقى الملاية وبدأت اغير الخداديات، اشيل الاكياس القديمة واحط اللي هي الجديدة دي. هي مش جديدة يعني، نظيفة يعني. هو انا مش بالسرعة دي يا جماعة، فانا مسرعة الفيديو يعني، انا مش بالسرعة دي خالص يعني. انا ممكن اعمل حاجة واروح اشوف اعمل حاجة تانية، فانا بطيئة شوية، مش سريعة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي يعني. هبدأ بقى احط المخدات والخداديات على السرير. انا بقى خلصت السرير وبدأت اشوف بقى الايه البانكت ده مش بتاع الأوضة دي، عشان بس ما هتبقوا لونه مختلف عن لون الأوضة يعني. البانكت بتاع الأوضة دي انا حاطاه في الصالة بنقعد عليه قدام الشاشة، فانا شلته من هنا، وده بتاع اوضه الاطفال فجبته مكانه يعني. بدات اشيل اي حاجه موجوده على السجاده. انا بلم الحاجات دي، الحاجات اللي انا بلمها الصغيره دي. هو كان ابني موقع واحده كده فيها دبابيس بتاعه الحجاب وكده، فبدات اشيلها من على الارض. وانا بفكر بصراحه الوحده اللي جنب التسريحه دي ان انا اشيلها من هنا بصراحه، لان هو بدأ يطلع على التسريحة دي ويستخدم الحاجات اللي فوق دي. فعشان ما يبقاش خطر عليه هبدأ ان انا هفكر ان انا اشيل الوحدة دي، بس مش عارفة اشيلها وداها فين لسه يعني. فلما الاقي لها مكان هشيلها. انا بالفيديو ده يعني وانا بروق يعني قعدت افكر ان انا اشيلها فين، وشلتها في الاخر يعني من المكان هنا. شلت السجادة بقى. انا كنت بصراحة عايزة اطلعها شوية في الشمس، عمل ممسح وكده، بس طبعا كان في ناس شغالة قصادنا وكده، فقلت علشان كان فحت كده للعمارة اللي قصادنا وكده، فقلت ممكن يتطرب ولا كده من العفار بتاع الشغل اللي هم شغالينه. فقلت لا مش هطلعها، انا اخليها افرشها هنا وخلاص، لان انا كل اسبوع بطلعه يعني. وهو يعني مفيش، مش الحمد لله مش بيجي عليه ميه ولا بيبقى فيه بواقي اكل، لان احنا مش بندخل اكل هنا خالص للاوضه هنا يعني، ولا بخلي ابني يدخل بقى اي حاجه فيها اكل يعني في الاوضه دي. انا بقى كل يوم الصبح بروقها وبقفلها طول النهار عشان ما يدخلش فيها، لان لو دخل فيها بيقعد يفتح بقى في الدواليب والحاجات دي. فانا بقفلها يعني الصبح، اول ما بنصحى بظبط السرير وبقفل الاوضه. بدأت هنا جبت المكنسة. هي المكنسة بصراحة أفضل من المقشة، لأن المقشة بعد ما يعني ما غيرت الملايات وكده وتيجي تكنسي التراب هيطلع على العفش تاني، على الخشب وعلى الفرش. فالمكنسة بتشفط التراب أفضل من المقشة يعني. كنت بخوفه بالمكنسة عشان ما ينزلش على الأرض. انا سبحان الله، اول ما فتحت معاكم القناه دي انا كنت ببقى شايله هم ان انا اقعد اتكلم 5 دقايق ولا 10 دقايق ازاي ولا هقول ايه. لكن دلوقتي حاسه ان انا حابه ان اقعد اتكلم معاكم فتره طويله واحكي بقى على حاجه بتاع. وقولوا لي كمان نظام الاوضه بتاعتي كده كويس، ولا لو يعني لو غيرتها، والتغيير لو غيرته هيبقى ازاي يعني. انا بحب اجدد يعني، او بحب اغير النظام بتاع المكان كل فترة يعني. فلو حد اقترح عليا نظام غير اللي موجود دلوقتي ده هجربه ان شاء الله باذن الله يعني. هي دي الواحدة بقى اللي انا بقولك عليها، اللي انا بفكر ان انا اشيلها من المكان ده. هو انا الوحدة دي انا ما عدتش خلاص بستخدم التسريحة غير الادراج بتاعتها. اما احط حاجة عليها لا، ما بقتش احط حاجة عليها، لان مش هينفع احط عليها حاجة دلوقتي، لان ابني دلوقتي بقى اي حاجة بيستخدمها يعني. فعشان خاطر ربنا يسترها يعني وما يحطش حاجة في بقه وكده، فشايلة كل حاجة في الادراج وكده. وبحط على الوحدة دي بقى لحاجتي، فهو بدأ يطلع على التسريحة ويروح للوحدة يعني.
فبفكر اشيل الوحدة دي من هنا. هنا بقى بدأت ألمع التسريحة دي هتلاقوني حاطة عليها ستارة هي قصاد السرير. فسمعت انه بيقولوا ما ينفعش المراية تبقى باينة كده يعني، وما اعرفش الصراحة الكلام ده صح ولا لا. بس انا بصراحة قلت خلاص تمام معاها، فعملت لها ستارة زي ما انتوا شايفين كده. وقت ما بكون هستخدمها بشد الستارة استخدمها وخلص بشد الستارة تاني اغطي المراية. فصح بقى غلط، فانا عملت الأأمن وخلاص. يعني كانوا يقولوا مثلا، كان ابني في فترة في اول فترة ما هو جه كده، فكان بيقعد يعيط كتير ومش عارفه ايه، قالوا ممكن من مراية ولا انا مش فاكرة الكلام يعني. بس فعملت الستارة دي يعني للأمان يعني. خلصت بقى التسريحة والمراية ولمحتهم بقى. وهنا بقى الواحدة دي انا كنت جايباها من فترة كبيرة قوي لأوضة الأطفال، للشرابات لأي حاجة يعني، استخدام الحاجات الصغيرة يعني كدراج يعني. فكنت بحطها في اوضه الاطفال، هو بقى يفتح الادراج دي ويخرج الحاجات اللي فيها، فجبتها هنا بحط وش الادراج دي وشها للحيطه علشان ما يعرفش يفتحها، ولما احتاج منها حاجه بعدلها اخد منها اللي انا عايزاه وادخلها تاني قلبها كده، عشان لو شفتها مقلوبه يعني انا عارفه ان هي مقلوبه. الكرسي ده بتاع السفره، لان انا مش حاطه الكراسي كامله في السفره عشان اوسع المكان للقعده بره يعني. فحاطه كرسي هنا وكرسي في اوضه الاطفال، وكرسي تقريبا في اوضه الانتري في اوضه الصالون يعني، علشان ما يبقاش الكراسي كامله بره وتبقى الحركه يعني المكان يبقى ضيق علينا في القعده يعني. بدات بقى اكمل الجزء ده ما كنتش شفطته بالمكنسه. بدات ان انا اشفط الجزء ده بالمكنسه. الواحد والله لما بيتعب في الحاجة بس في الآخر بيلاقي المكان بقى مريح وشكله بقى جميل. البيت لما بيكون مترتب بيبقى ونضيف بيبقى فيه راحة نفسية ما تتخيلهاش، وطاقة إيجابية ملهاش حل الصراحة يعني. أما البيت لما يبقى متكركب ومش نضيف بيبقى طاقة سلبية وانتي زهقانة ونفسيتك مش أحسن حاجة. فحاولي تخصصي لنفسك كل يوم 10 دقايق لكل أوضة، وهتلاقي نفسك بقيت اليوم مرتاحة، خصوصا للستات اللي معاها اطفال يعني. هنا الكومودينو، الحاجات بقى الكومودينو هنا انا كنت برضو حاطه هنا، كان في اباجوره على الكومودينو ومفرش والحاجات دي طبعا شلتها خالص. قلت مش دلوقتي خالص افرشها، لان اي حاجه دلوقتي هيوقعها او ممكن يكسرها تاذيه، فبشيلها خالص دلوقتي. انا يعتبر شايله حاجات كتيره قوي من الشقه. قلت لما يبقى يكبر نبقى نرجع نفرش بقى الحاجات بتاعتنا تاني بقى. لكن دلوقتي هو اي حاجة ممكن تأذيه يعني، لان هو مش فاهم حاجة دلوقتي. جبت بقى الجردل وجبت المعطر ده حلو جدا في المسح وريحته حلوة باللافندر يعني. بدأت بقى امسح الارضية. الارضية بدأت زي ما انتوا شايفين كده، بقيت امسح ومشغلة بقى وانا بمسح المروحة علشان تنشف معايا على طول. لو الواحد بيشتغل بالسرعة دي مش هياخد وقت، 10 دقايق ده ياخد ثانيتين ويخلص. تسريع الفيديو ده محسسني ان انا ما خدتش وقت في الاوضه وهي طلعت عيني. خلصت بقى هنا المسيح. مروحه زي ما انتوا شايفين مشغلاها وسايبه البلاط ينشف، عشان ما ينفعش نفرش السجاد والبلاط موجود، هيعمل ريحه مش حلوه وممكن يجيب حشرات يعني. فالافضل تستنى اما البلاط ينشف. هنا البلاط كان نشف وهفرش بقى، خلاص جات لي الفكره ان انا هشيل خلاص الوحده دي من هنا خالص، عشان كان طلع تاني عليها وكده. فقلت لا، عشان ما يتأذيش، ربنا يحفظه يا رب ويحفظ ولادكم. فقلت لا، هشيل خالص الواحدة من هنا خالص في أوضة الأطفال، وارجع الكومودينو اللي في أوضة الأطفال ارجعه هنا مكانه وأفضل يعني. بدأت بقى خلاص البلاط كان نشف خالص، فرشت بقى السجاد.
انا عندي هنا الاوضه ما شاء الله واسعه، يعني واخده سجاده كبيره والمشايه حلوه، يعني زي ما انتم شايفين كده مسافه طويله يعني. بدات بقى افرش المشايه دي. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فرشتها بقى، وفي الاخر كده بحط بقى الجزء اللي باقي ده تحت الكومودينو في اول في دخلتنا من الباب يعني. ببدأ احطها تحت الكومودينو عشان تبقى ثابته. انزل بقى البنك ترجعه مكانه. الدفاية دي بقى هحطها على السرير كده. وهبدأ بقى افك بقى الستاير عشان كنت ربطها، افك الستاير بقى. والستاير هنا بصراحة من عند السرير بقى الجزء بتاع السرير اللي هو الصغير ده مش بتبقى نازلة الأرض، بس مش مهم يعني. ببدأ احطها بين السرير والحيطة كده علشان تبقى كاتمة يعني، حاجبة الإضاءة بتاع الشباك خالص، ما يبقاش فيه إضاءة في الأوضة أثناء النوم وكده يعني. واخيرا يا بنات وصلنا لاحلى لحظه في اليوم كله، اللحظه اللي بنرش فيها المعطر والبيت كله بيبقى زي الفل وريحته نظيفه وهدوء. مفيش اجمل من احساس الرضا بعد التعب ومجهود ومجهودك لما بتشوفي بيتك جنه ومريح ليكي ومريح ليكي ولولادك. النهارده بقى الفيديو كان طويل شويه معلش، بس حبيت اشارككم فيه كل التفاصيل من اول لم الغسيل لترويق الصالون وتنظيف اوضه النوم معاكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون شجعكم وقومكم تخلصوا اللي وراكم وانا بتكلم معاكم. قبل ما اقفل حابه افكركم لو لسه مكمله معايا ومستمتعه ما تنسيش تعملي لي لايك للفيديو وتكتبي لي دعوه حلوه في الكومنتات، دي اكتر حاجه بتفرحني وبتدعمني. وبجد بشكركم من كل قلب على كل تعليق ولايك ليكم، ولايك بيشجعني ويخليني اقدر اكمل. استنوني بقى في فيديو جديد وروتين جديد على قناه يوميات غادة. هتوحشوني جدا 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 لحد الفيديو الجاي. في رعايه الله وامنه. مع السلامه، اشوفكم على خير. قبل ما اقفل حابه افكركم لو لسه مكمله معايا لحد دلوقتي ما تنسيش تعملي لي لايك للفيديو وتكتبي لي دعوه حلوه في الكومنتات، دي اكتر حاجه بتفرحني وبتدعمني. وبجد شكرا على 1000 مشترك، وقبل لما نوصل ل10 آلاف مع بعض. استنوني بقى في فيديو جديد وروتين جديد على قناه يوميات غادة. هتوحشوني جدا لحد الفيديو الجاي. في رعايه الله وامنه، مع السلامه.